بكم يا أصدقائي وحلقة جديدة من المسلسل الرائع المؤسس عثمان. في مفاجأة كبيرة شفنا السيد عثمان بيعطي قلعة قراضين للسيد قراصي. مش بس كده، ده بيتعاون معاه في التجارة. كده واضح يا أصدقائي إن السيد عثمان بيغير سياسته مع السيد قراصي وكمان بيتحالف معاه، بس يا ترى ليه؟ لو رجعنا للحلقة اللي فاتت السيد عثمان قال إن لو تحالف السيد قراصي مع لوكاس فهننهزم لا محالة، لأن لو اجتمع طرفي النهر معا فهزيمة السيد عثمان مسألة وقت. فاختار إنه يقرب من السيد قراصي ويعطيله القلعة ويتعاون معاه تجاريا. وواضح إن في بضائع أو حاجات مهمة هتتنقل عن طريق السفينة اللي ظهرت في الإعلان. هنشوف ساعتها يا أصدقائي صوفيا هتفسد اتفاق التجارة ده إزاي. هنا الاحتمال الأكبر إنها راحت للسيد غنجي، فهل هينقلب على السيد عثمان أو هتوصل منه المعلومات تعرف تهاجم منها السفينة؟ ده اللي هنشوفه إن شاء الله في الحلقة الجاية. من ناحية تانية علاقة غونجا بهوليفيرا متوترة جدا. مش بس كده، السيدة هازال بتقوي هوليفيرا على السيدة غونجا، وكمان السيدة بيجون بتقوي غونجا على هوليفيرا، والخلاف بيشتد ما بينهم لدرجة إن السيدة بالا بتحاول توقف النزاع بينهم. فهل هتنجح في ده؟ هنتابع مع بعض يا أصدقائي. هنشوف كمان صوفيا هتفسد اتفاق التجارة إزاي، وإزاي السيد عثمان هينتقم لمقتل بايسون غور. كل ده هنشوفه الحلقة الجاية إن شاء الله، تابعون.